سجن أبو زعبل، الزنزانة رقم 7، سجن أبو زعبل. بني سنة 1925 في عهد الاحتلال الإنجليزي، الكل عرف إنه أقصى سجن في مصر، لكن محدش اتكلم عن الزنزانة رقم 7. الزنزانة دي كانت في أعمق نقطة في السجن، تحت الأرض ب3 طوابق، مفيش نور، مفيش هواء، مفيش صوت. الحراس كانوا بيقولوا إن المساجين اللي بيدخلوا جوه بيطلعوا مش جسديا، روحيا. واحد منهم طلع بعد 3 أيام وهو بيتكلم بصوت مش صوته، قالوا إنه جن. لكن الغريب إنه قبل ما يجن بيوم كتب على الحيطة بإيده هو مش لوحده هناك. السجن اتغلق رسميا سنة 1993. التقرير الرسمي قال أسباب إدارية، لكن الحراس اللي كانوا موجودين قالوا إن السبب الحقيقي كان ليلة واحدة، ليلة فتحوا فيها الزنزانة رقم 7 بعد ما سمعوا صوت طرق من جوه، والزنزانة كانت فاضية من 6 سنين. والسؤال اللي محدش بيجاوبه، مين كان بيطرق من جوه وعايز ايه؟